بصابونة واحدة بس هنعمل احلى برسيل جل اقتصادي وسهل وسريع، ومكونات موجودة في كل بيت، وهيعمل معانا 5 لتر او اكتر. يلا بينا نشوف الوصفة واقول لكم على تكات تعملوها تحفة جدا. يلا بينا. دلوقتي معانا صابونة بلدي. دلوقتي الصابونة البلدي دي بقت قاموس عندي في المنظفات اللي انا في المنظفات. الفيديوهين اللي انا عملتهم لصابونة المواعين، لصابون المواعين والدوني بالصابونة البلدي. الصابونة البلدي يا جماعة خطيرة، كنز في البيت. دلوقتي انا بشرت معاكم الصابونة زي ما انتم شايفين، والجوكر بقى بتاعنا 3 معالق كبار من الزهرة البيضة. 3 معالق كبار من الزهرة البيضة، دول ب20 جنيه. شوفوا بقى الزهرة البيضة دي بعملها في كل الوصفات عندي. هبقى اقول لكم لو حابين اعمل لكم بيها وصفات تانية اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا اعملها لكم. دلوقتي معايا 4 كوبايات مية سخنة بتغلي من على النار. 4 كوبايات ميه بتغلي، تنزلي بيهم وتقلبي بقى لحد ما تدوب الصابونه عندك. دلوقتي بصوا شايفين بقى الزهره مع الصابونه عملت لنا رغاوي ازاي، وتقلي بصوا فظيع. انت تقدري تتحكمي في الميه زي ما انتم شايفين. بصوا هنحط معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر، دول بيخلي برضو القوام تقيل معانا. وشويه من الخل بيخلي القماشه ناعمه، وبتحافظ برضو على الغسالة اللي انت هتحطي فيها. يعني برضو الغسالة مش اي حاجة بتحطي فيها، لازم خل يا جماعة. الخل ده بيبقى مثبت، وتاني حاجة بيخلي القماش بتاعك ما يوبرش، ما يعملش بقع. تفهمني؟ دلوقتي بعد شوفين بقى القوام لسه ما حطيتش بقى ايه البرسيل. هنحط بقى من كوباية برسيل جل لونه ازرق تقيل زي ما انتم شايفين. هنحط الكوبايه يا بنات، هيخلي بقى لون ازرق. ودلوقتي برضو هو ما خلاش برضو ازرق اللي انا الدرجه اللي انا في خيالي، انا جبت لون ازرق هتشوفوه برضو في الفيديو. لون ازرق تقيل، لون ازرق هحطه معاه. ودي بقى كل المكونات يا جماعه، والله سهل وبسيط جدا. وهنحط بقى ايه 4 كوبايات برضو من الميه. انا عيرت في الكوبايه اللي حطيت فيها البرسيل 4 كوبايات من الميه الدافيه. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلقه على اله وصحبه اجمعين. وما تنسيش يا بنات اللايك والاشتراك في القناه، وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايك بقى في الوصفه دي. احنا عملنا وصفه الصابون السائل بتاع في البيت، كان بريحه الليمون تحفه جدا، ومكونات برضو اقتصاديه جدا. وعملنا الدوني باللافندر كان رهيب جدا 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 يا بنات. تبقوا تروحوا تشوفوه تحفه جدا. ودلوقتي عاملين ايه البرسيل الجل، عشان هو دي الحاجه الوحيده اللي بتخلص في البيت زي ما انتم شايفين. دي الحاجه الوحيده. ده زي ما انتم شايفين كده. ده انا هسيبه برضو هيتقل برضو اكتر من كده معايا، وهوريهولكم في الفيديو. مع السلامه. اه يا بنات بعد ما سبته تقل معايا وبرضو تسيبيه تاني هيتقل معاكي. وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتحطي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله.